جاء الخبر اليقين يا إخوان المحزن لجمهور برشلونة والمحزن لجمهورنا العربي كذلك، ميسي إلى انتر ميامي. يا إخوان الأمور حسمت خلاص بشكل كبير جدا. حسمت الأمور بالنسبة لميسي. يا إخوان شو اللي خرب على السعودية هو موضوع إنه أنتونيلا والأولاد رفضوا السعودية، ما بدهم يعيشوا في السعودية يا إخوان، مع إنه ميسي لآخر لحظة كان ينتظر عرض رسمي من نادي برشلونة، ولكن هذا الشيء ما جاء في ظل رفض عن فاتي وفيران توريس الخروج. هل أنت حزين ولا سعيد؟ أنا والله حزين بصراحة، تمنيته لبرشلونة وقلت إن لم يكن لبرشلونة فليكن للهلال، مع إن أنا هلالي يعني حزن العرب؟ حزن العرب وحزن جمهور برشلونة وراح لإنتر ميامي، بس في كلام إنه ممكن في شهر واحد في توقف الدوري الأمريكي إنه يذهب إعارة لنادي برشلونة، ممكن جدا هذا الكلام يصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. اخر ابديتس في موضوع ليونيل ميسي يا اخوان وصلني للتو انه نادي انتر ميامي هو الوحيد في امريكا اللي اوقف بيع تذاكر مبارياته من بعد تاريخ 1/7. باقي الانديه كلها تذاكرها المبيوعه خلاص جاهزه. من بعد 1/7 ما في بيع تذاكر حتى الان. الفريق يخطط لشيء ما. رقم 10 ورقم 5 محجوزين يقال للاعبين، رقم 10 لميسي ورقم 5 لبوسكيتس، لا اعلم.